اهلا وسهلا بيكم. معاكم مصطفى احمد من كوره تتش. النهارده هنتكلم على ماتش الاهلي والزمالك في السوبر الافريقي. الاهلي خسر بركلات الترجيح. في حاجات كتير قوي في الماتش ده محتاجين احنا نتكلم عليها. قبل اي حاجه طبعا انا محتاج ان انا اتكلم ان مستوى الاهلي على الناحيه الفنيه كان فوق كلمه سيء. يعني ده قبل بس ما هبدا في تشكيل الماتش، فوق كلمه سيء. وهشرح ازاي الزمالك قدر انه ياخد مننا الماتش بالشكل ده، وقدر انه يمسك كوره كتير جدا على الاهلي. هشرح ده بالتفاصيل. بدأ الأهلي تشكيل مكون من محمد الشناوي في حراسة المرمى، خط الدفاع من الشمال اليمين يحيى عطية الله، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، محمد هاني. خط النص أكرم توفيق، مروان عطية، وإمام عاشور. قدامهم حسين الشحات، بيرسي تاو، ووسام أبو علي. أول حاجة هتكلم فيها الأهلي. أول 10 دقايق كان الماتش نوعا ما كانش أحسن حاجة، بس بدأ الزمالك يبان بشكل حماسي جدا. بيهجم على الاهلي، عايز ياخد الكوره. واضح عليه ان هو فرقته متحمسه جدا ان هم ياخدوا الكوره ويقدروا ان هم يتحركوا في الملعب. الحماس ده ما كانش مجرد كلام، لا، ما كانش مجرد حد متحمس لانه سمع كلمتين ان الاهلي داخل هيكسب الماتش وان احنا خلاص الماتش بتاعنا كاهلاويه يعني. فلا، ده الحماس ده كان مصحوب بتكتيك قوي جدا من جوميز. اول حاجه هتكلم على يعني بداية اللقاء كده. أقرب حاجة في الماتش هتكلم عليها في أول الشوط الأول. كورة متطرفة على الجنب، تمام. هنلاحظ إن اللعيب بتاع الزمالك معاه كورة بشكل طبيعي جدا، لعيبة الأهلي حواليه، تمام. عايز أتكلم على الفكرة اللي عملها جوميز، هو تقريب خطوط الزمالك كلها من بعض. بمعنى إن لعيب الزمالك رغم إن هو داخل معاه كورة، تمام، اول ما الكره بتتقطع منه من لعيب الاهلي بنلاحظ ان كده كده في 3 لعيبه في الزمالك حواليه. في 3 لعيبه من الزمالك حوالين لعيب الزمالك اللي معاه الكوره. فلما الكوره بتتقطع بتروح للاعب تاني من الزمالك. فانت هنا حرفيا جوميز ضغطك وقرب خطوطه جدا من بعض. وده كان واضح من اول الماتش، مش مجرد حماس لعيبه بس، لا، ده حماس لعيبه مصحوب بتكتيك. على الدقيقه الثامنه هاجي اتكلم برضو هنا على الدقيقه الثامنه. الدقيقه ديت لو تلاحظ كرة كورنر، كورة كورنر من عندك من الأهلي، تمام، كرة كورنر ليك. بتلاحظ تقسيمة لعيبة الزمالك، كل لاعب ماسك لاعب من عند الجون بتاعك، من عند الجون بتاعك. طيب أنا كفرقة مقربة خطوطي بلعب بالشكل ده، فهي فرقة قوية جدا. الأهلي حاول يمتص الحماس ده من الأول وحاول إن هو يمشي كورة، بس يعني برضو هنرجع برضو نقول إن الزمالك فضل ضاغط بشكل كبير، مقرب خطوطه من بعض. لو نلاحظ صفوف الزمالك متقسمة تقسيمة في نص الملعب بتاعهم، يعني هو سايب لك الكورة مقسم في نص ملعبه، لعيبته كلها تحت من أول دايرة السنتر في نص ملعبه. هو ساب لك الكورة في الدفاع، قسم ما بين الدفاع وما بين خط النص. فأصبح الموضوع يعني في طريقة أنت مش قادر إنك تحضر بيها هجمة، مش قادر إنك تعمل بيها حاجة. أنت دلوقتي قفل لك نص الملعب، انت مش عارف توصل له، فالدفاع عندك للاسف ما بيطلعش كوره كويس. فانت حرفيا مقفول عليك لعب. بدل ما تحاول ان انت تجد خطه بديله، لا، انت فضلت مكمل طول الشوط على كده، تمام. هنلاحظ برضو ان الزمالك في الدقيقه 14 بيميل. يعني ده بقى حته انا عايز اتكلم فيها. انت دلوقتي اللعيب اللي معاك كوره الزمالك مقرب خطوطه، فمجرد ما اللعيب بتجيله كوره من لعيبه الاهلي بيميل بلعيبته عشان يقفل على لعيب الاهلي بحيث انه ما يقدرش يمرر، فبيزيد عليه عدد وبيكثف عليه العدد. لو نلاحظ الناحيه الثانيه، الناحيه الثانيه الناحيه الثانيه فاضيه. كان المفروض كولر يبدا يشوف ايه الطريقه اللي انا اقدر العب بيها مع فرقه زي دي مقفله خطوط، لان انت برضو يعني تقريبك للخطوط بيخلي نوعا ما عندك خلل شويه. لو انا هلعب على كور عرضيه او لو هغير الملعب بسرعه هيبقى عندك نوعا ما خلل شويه، عشان انت بتضطر انك تقرب خطوطك من بعض على اللاعب اللي معاك كوره من لعيبه الاهلي عشان تقطع منه الكوره بسرعه عشان تقدر ترجع تاني للاستحواذ بتاعك.
فممكن ان انا اقدر اغير لعب من ناحيه لناحيه. انت يعني تقريبا ما عملتش كده. الماتش بيتسرق منك، وكولر عنده عيب كبير جدا، ان هو لما بيقابل فرقه بتقدر تقفل عليه من الناحيه الدفاعيه في ان هي تقسم له الملعب، بانه مش قادر يوصل من الناحيه الدفاعيه للنص الهجومي، تمام، بتقريب خطوطها من بعضها. للاسف كولر بيعطل، ما بيعرفش يعمل حاجه. فبنلاحظ الشكل اللي احنا شايفينه ده للاسف. النادي الاهلي مضغوط عليه، مش عارف يطلع بكوره، طلعاته للكره كلها صدف، تمام، حتى ما بيطلعش. بعد اول 10 دقايق تقريبا الزمالك مستحوذ على الكوره، زي ما اتكلمت تقريبا الاهلي ما بيطلعش. معلش انا طبعا سامحوني برضو ان انا يعني انا لو بتكلم بسرعه او بمضايقه، لان انا برضو كراجل اهلاوي اكيد متضايق من نتيجه الماتش، واكيد متضايق من مستوى فرقتي في الماتش. يعني برضو الزمالك كان يستحق يكسب، هو كان يستحق، بس انا متضايق من مستوى الفرقه بتاعتي. انا مستوى الفرقه بتاعتي حرفيا، الفرقه بتاعتي اغلبها ما جوش، او مش اغلبها، هو كلهم ما حدش لعب تقريبا. يعني انا من النوادر قوي لما اقول لك ان في لاعب لعب حلو. يعني اللعيب الوحيد اللي لعب حلو هو رامي ربيعه. ده اللعيب الوحيد اللي كانت اخطاء قليله، او تقريبا ما ارتكبش اخطاء كتير. يعني انا بتكلم على لعيب مدافع، فدي كارثه تانية. على الدقيقه برضه 27 ياسر ابراهيم بيدور على اللاعب يبصيله. ده برضه عشان اشرح برضه التكتلات اللي عاملها جوميز. مش لاقي لعيب يبصيله. للاسف مقفول على كل لاعب. خط النص بتاع الاهلي مقفول عليهم كلهم، ما انتش عارف تطلع بالكوره. طبعا برضو انا عايز اتكلم برضو على كوره برضو تاني عشان اثبت لك ان خط النص قادر انه يقفل صح. ده 23 عندك رامي ربيعه، بيفكر انه يعمل هجمه بالكوره، فبيطلع، فلعيبه الزمالك بتسيبه يطلع. وده الكمين اللي كانوا بيعملوه لنا، بيسيبوك تطلع عادي، يطلع عدي، تمام. وبعد كده يروحوا فجاه تلاقي اللعيب اللي انت لسه معدي من جنبه اصلا وسابك تعدي من جنبه، اللي هو لو لعيب واقف عند دايره السنتر سابك تعدي من جنبه، بتلاقي لعيب من الديفندرات اللي هو خط النص المدافع قبلك اول حاجه منهم، وبعد كده ضم عليه لعيب تاني من الجنب، وبعد كده راح. يعني تيجي تبص بقى وراك تلاقي اللعيب اللي سابك لسه تعدي من ثانيه كده تلاقيه دخل عليك هو كمان. فانت بقيت محاصر وسط ثلاثه، مش عارف تخرج بالكوره. ما عندكش حل غير اللي انت لو لعيب صاحب مهاره تقدر انك تعديهم، وده طبعا مستحيل انه يحصل لان هو مضيق عليك قوي المساحه. يا اما يطلع لك لعيب من الاهلي تضطر انك تبصيله، وللاسف ده ما كانش بيحصل. خطوط الاهلي كانت بعيده بقى، يعني ده العكس. يعني تشوف خطوط الزمالك كانت قريبه، خطوط الاهلي بعيده عن بعض، مش لاقيين بعض. كل واحد فيهم واقف قدام مستني الكوره تجيله. طب يا باشا انت دلوقتي ما فيش كوره، انت مقفول عليك. نزل لعيبتك، طب تقربها من بعض على الاقل عشان تعرف تطلع بالكوره. ما فيش، ما نزلتهمش، سبتهم زي ما هم كده، نفس التقسيمه بنفس الخطه بنفس كل حاجه. ربنا كرمك بحركه عنتريه كده من اكرم توفيق، حركه باين ان هو غير متفق عليها في التمرين ولا حاجه. هو الراجل لقى الموضوع كده فتقريبا جت منه زهق يعني، فاتحرك بالكرة في نص الملعب بتاع الزمالك. فالزمالك طبعا اتفاجئ بحركه زي كده، حركه زي كده ما كانش بيعملها كولر. راح مباصي الكوره، الكوره راحت رجعها له. المهم دخل لحد منطقه الجزاء، والكوره اللي اتحسبت ضربه جزاء. طبعا في ناس هتقول لك هي دي مش ضربه جزاء من الزملكاويه، مع احترامي ليهم طبعا. بس هي الفكره كلها ان على حسب القانون القديم، لما انت بتحسب القانون القديم بتقول لك ان القانون القديم كان بيسمح انك طالما الكوره طلعت من رجل اللاعب فخلاص الكوره ما بقتش فيها خطوره فمش هحسب ضربه جزاء. لكن القانون الجديد بتاع الفيفا لا، ما فيش الكلام ده. في حاجه اسمها دينجرس بلاي. حتى لو الكوره اتلعبت انت داخل على الرجل بتاعت اكرم توفيق، ففي القانون الجديد لا، بتتحسب ضربه جزاء، لان انت عامل عليه دخله قويه جدا، وارد انها تسبب له اصابه. فالكره زي دي ما تعديش كده يعني، مرور الكرام لازم تتحسب ضربه جزاء، وهي فعلا ضربه جزاء صحيحه. فانت الحمد لله قدرت انك تتقدم بضربه الجزاء دي، سجلها وسام ابو علي. كان المفروض يعني خلاص، انا بس عايز انهي بقى ان انت خلاص بعد ما جبت ضربه الجزاء وخلاص الموضوع تمام، ان انت متقدم بهدف. خرجت استراحت ما بين الشوطين، ما اعرفش انت قعدت مع اللعيبه قلت لهم ايه.
بس انت نزلت الشوط الثاني بتدافع بقى، في ظل ان الزمالك نزل الشوط الثاني بمعنويات اقل، وده كان واضح في بدايه الشوط الثاني. بدايه الشوط الثاني اقل، باين عليه تمريره للكوره، حركته بالكوره كانت باينه ان هم ايه، حاسين الماتش خلاص راح. بدل ما انت تقدم فرقتك عليهم، يضطروا ان هم يضغطوا عشان خاطر يخوفوا الزمالك اكتر، يحسسوا لا ان الاهلي خلاص متواجد. لا، انت سبت الكوره عادي لعيبه الزمالك ان هم يمرروها عادي في نص ملعبك، واكتفيت بانك بتدافع. سبب غريب مبهم مش فاهمه. مش عارف ازاي انت عملت كده. يعني انت كسبان، انت جايب جون في ظل ان هم عاملين اداء تكتيكي رائع في الشوط الاول، فهم يعني نازلين حاسين خلاص الماتش مش بتاعنا. الاهلي جاب جون، فانت سبت لهم الكوره فحسستهم لا الماتش بتاعهم. ده انت خايف منهم كمان، انت راجع بتدافع ورا. فهم بداوا ان هم يطلعوا بالكوره بقى خلاص. انت لما تسيب لي نص الملعب طبيعي هطلع بالكوره. مره في مره الثقه بتجيلي تاني، شوط كامل في جون واحد انا سهل ان انا اجيبه. طبعا انا مش عايز اتكلم على الشوط الثاني عشان احنا تقريبا ما عملناش اي حاجه تكتيكيه، والزمالك كان شغال علينا زي الفل. تمام، لغايه الهدف اللي جه بتاع ناصر منسي. يحيى عطية الله بيعمل الكره بكعبه بشكل غريب ومبهم جدا، مش مفهوم. يعني انا مش فاهم هو ايه اللي هو عمله ده. فالكره تروح للعيب الزمالك، فيعرض كره بالارض. فعشان نكتمل بقى في المسلسل بتاع العدم مفهوميه، لا ياسر ابراهيم واقف سرحان، مش عارف مين معاه، مين ظهره، مين جنبه، مين مش عارف، واقف سرحان وتقريبا مش مركز في الكوره يعني. فيتفاجئ بناصر منسي يطلع قدامه، يروح طالع يدخلها في الجول. يسال عليها الشناوي، يسال عليها جزء منها الشناوي برضو لانها في زاويته. بس يعني بعد كل الحاجتين دول، فيعني انا ما اقدرش برضه الوم الشناوي لوحده يعني. يعني بعد ما طبعا ما احنا وصلنا بره ركلات الجزاء، وركلات الجزاء طبعا الشناوي ما شالش ولا كوره رغم انه راح اتجاه كورتين. بس هو كحق ربنا، حق ربنا هو الزمالك يستحق يكسب. حق ربنا انت ما عملتش اداء فني خالص طول الماتش. انت بيتعمل عليك اداء فني. انا طول الحلقه بتكلم على الزمالك، انت ما جيتش، انت بتدافع. والزمالك حتى لما كان خايف منك على اساس ان انت يعني في اول 5 دقايق ان انت ممكن تكون مدبر له كمين ولا حاجه وتلعب في ظهره، لكن ما بتعملش كده. فانت ما عملتش اي حاجه فنيه. يعني انا مش عارف اتكلم عليك فني، يعني بصراحه وواقعي الزمالك عمل جيم فني عليك حلو جدا، قدر انه يخليك ما تعرفش تعمل اي حاجه. فطبعا يعني هارد لك للاهلي. انا كراجل اهلاوي يعني معلش سامحوني، بس انا يعني متعصب لفرقتي غصب عني. انا يعني كان نفسي يكون على الاقل الاهلي عمل حاجات تكتيكيه اتكلم عليها بس فشلت. هو للاسف هو مشكله كولر واحده، لما الفرقه اللي بتقابله بتكون فاهمها بتعديه. هو ان انت لو قسمت لك الدفاع على نص الملعب انت صفر على الشمال، ما تعرفش تعمل حاجه. فهارد لك طبعا للاهلي وجماهيره اللي انا واحد منهم. واتمنى طبعا ان انتوا تستحملوني عشان خاطر انا فعلا متضايق برضو لان نتيجه الماتش ضايقتني. وطبعا الف مبروك للزمالك، عمل ماتش يحترم وكان يستحق المكسب بكل تاكيد. كان معكم مصطفى احمد من كورتيتش. شكرا جدا ليكم، واتمنى ان انتوا ما تتضايقوش من الانفعال، وشكرا جدا ليكم مره تانية.